في الحلقة اللي فاتت من ترايبل أنا سبت مايكروسوفت. كان الصراحة موضوع صعب جدا، وبدأت شركة جديدة اسمها ترايبل برنامج بيساعدك إنك تلاقي ناس شبهك حواليك. من الأشياء اللي أثرت في كياني وشخصيتي كانت ثورة 25 يناير 2011. Millions of Egyptians came down to the streets in nationwide protests. People are gathering in the largest demonstrations against President Hosni Mubarak. رغم ان الثورة ما نجحتش على المدى البعيد، الا انها ورتني قدرتنا على التغيير، ولاني كنت حاسس ان انا هعمل تغيير كبير جدا في حياتي، قررت ان انا اقدم استقالتي في نفس اليوم بعدها ب 12 سنة، 25 يناير 2023. People are talking about recession. There are layoffs going on. In the past couple of days, I have been reflecting quite a bit, and when I arrived to the decision, I wanted to let you know. It was a rough time for me, and I just recall how you supported me during this time. I'm very grateful. I'm very, very grateful. I'm gonna stick through until I finish everything that I have, so that anybody who's taking over after, they would have full information about the work that I did. Anything that would make you change your mind, want to stay? In the end, like our lives, we don't know how long we have. When I asked myself, if today is your last day, what do you want to do? I would like to live in alignment with my purpose. I want to find a community, and I would like to build something that enable people to find community as well. بس قبل ما أقدم استقالتي بكام شهر كان في كذا حاجة محتاجة إنها تحصل. أول حاجة كنت عايز إن أنا أعزل، لأن المدينة اللي أنا كنت عايش فيها ما كانش فيها شمس كتير، وكنت بحس إن أنا مكتئب جدا في وقت الشتاء. تاني حاجة كنت محتاج إن أنا أدور على فريق يبني معايا ترايبل. تالت حاجة كنت محتاج إن أنا أخلص أي كشف صحي محتاج إن أنا أعمله قبل ما ينتهي التأمين بتاعي. فحطيت الخطة إن أنا أبيع كل حاجة عندي في الشقة وأسيب المدينة الكئيبة اللي أنا كنت عايش فيها وأروح حتة فيها شمس. بس لأني ما كنتش عارف أنا عايز أروح فين، وما كانش هيبقى عندي دخل ثابت بعد ما أسيب الشغل، قررت إن أنا أقلل التكاليف بتاعة السكن وأزود حرية الحركة بتاعتي وأعيش في فان أو كراكون يعني. انا ما كنتش اعرف اي حاجه عن الفانز. بدات ان انا ادور على فيسبوك ماركت بليس، ولقيت فان السقف والارض فيها كانوا معمولين، فقررت ان انا ابص عليها. كنت قلقان وانا بشتريها الصراحه، لان كان فيها صدى وكان عليها 250,000 ميل. It looks pretty rusty, but they did a lot of work on it already. المهم اشتريتها فعلا وبدات ان انا اشتغل عليها. كانت عربيه قديمه شويه موديل 2004، والراجل قال لي انها بتسوق كويس ولو اتحركت بيها على الطريق مش هتزعلك. ما كانش فيها سرير، وكان فيها شويه مشاكل في الكهرباء، وللاسف ما كانش عندي جراج او حته ان انا اشتغل فيها، فكنت بشتري الخشب وابني السرير والحاجات اللي انا محتاج ان انا اشتغل عليها كلها في الشقه اللي انا كنت قاعد فيها. وبدانا العمل. محتاج تسعى، محتاج تعمل وقتك قصير في الدنيا، محتاج تشقى علشان توصل، مفيش حاجه بالساهل يعني. طيب اوريكم السيستم. ادي البامب، ادي الوصله الاولانيه للجالون بتاع الميه. هتدخل الميه، تخرج من هنا تروح توصل للكوبايه هنا اهو عن طريق الزلومه دي كده اهو. الدنيا مزبله ان شاء الله هنضفها قريب، بس النهارده خلونا نركز في الحوض والميه. عملت اخطاء كتير جدا، بس كنت عمال بتعلم. لما بحاول انا اوصل دول مش بيشتغلوا. طيب انا دلوقتي تقريبا عارف ايه المشكله. انا وصلت الحاجات غلط عند الفيوز بوكس، تقريبا هيبقى الدنيا تمام دلوقتي. هنجرب. يس. وفي نفس الوقت كنت عمال ببيع في الحاجات اللي عندي في الشقه. طيب النهارده انا بفضي الشقه بتاعتي، ومحتاج ان انا ابيع شويه حاجات، منها العجله دي رغم ان انا بحبها جدا، بس مش هقدر ان انا اشيلها معايا الفتره اللي جايه. ودلوقتي هشيل منها الستيكرز اللي عليها دي، واحط الحاجه دي في الشنطه وانزلها بالراجل. Okay, I think I'm here. Hi, so sorry I'm late. How's it going? Do you think it's gonna fit in the car? Okay. It's a bit dusty, but this will be cleaned. Thank you. Awesome. Have a great day. كنت عمال احاول الاقي حد يبني معايا ترايبل. فضلت ان انا اعمل بيتش لكل الناس اللي انا بعرفهم واثق فيهم، الناس اللي درست معايا في الجامعه واشتغلنا سوا قبل كده، بس لم يحالفني الحظ واضطريت ان انا اسيب المدينه من غير ما اكون فريق.
لحد آخر لحظة كنت عمال بحاول إن أنا أبيع الحاجات علشان أكفيها في الفان بتاعتي، ولكن كنت محتاس. في حاجات كتير قوي موجودة هنا في الشقة لسه ما تخلصتش منها ولا بعتها، بس أنا تايه. أول مرة أحس كده أنا تايه قوي في حياتي. واحد صاحبي جه ساعدني وفضلنا ننظف لحد آخر لحظة لحد ما عزلت. أول مرة أنام في الفان كانت حاجة مقلقة الصراحة. الشوارع في أمريكا فيها ناس هوملس كتير، وأحيانا بتسمع أصوات وصرخات وناس بتعمل حاجات غريبة في الشارع، فما كنتش متعود وكنت قلقان شوية ومش عارف إن أنا أنام، ولكن سقطت من كتر التعب. آخر أسبوع ليا قبل ما أسيب الشغل كشفت على عينيا وعلى أسناني وسلمت الكمبيوتر بتاعي واتكلت على الله في اتجاه الجنوب. طيب زي ما انتم شايفين أنا حطيت كل حاجة أملكها في الفان وهنطلق إلى أريزونا. أنا مش عارف القرار اللي أنا باخده ده قرار صائب ولا لأ، بس ربنا يسهل وشوف الدنيا تبقى شكلها عاملة ازاي. في الحلقة اللي جاية من ترايبل. حلوة يا جميل. ممكن هنشتغل مع بعضينا.